حط لايك بقى. يعني والله العظيم بتعالج، تعبان اهو وطلع بصور لك الفيديو ومش بخلان عليك باي حاجه، فحط لي بقى لايك. اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ مش عارف اصور لك نفسي وانا في المستشفى. خليك جدع، ولو مش مشترك في القناه اشترك. يلا نخش على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وفيديو جديد. انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم موضوع هايدي ده لسه وراه بلاوي، وهياخد معانا 4 5 6 ايام، ان ما كانش 4 5 6 شهور ان شاء الله. الموضوع مش هيخلص، مش هنخلص. اي ترند جديد يطلع لازم نقعد نقفش في امه، ونقعد نحلف فيه من اليمين ونحلف فيه من الشمال. المشكله بقى ان اللي حصل جديد في الموضوع يهلك من الضحك. انا بس ما بعملش اي غير ان انا عمال اضحك صراحه. الموضوع باختصار كده علشان ندخل في الفيديوهات على طول، ان الراجل الشحات اللي كان مع هايدي واللي خد منها ال5 جنيه مش عارفين يلاقوه، ولا عارفين يوصلوا له، ولا عارفين له اي مكان. فحد من الصحفيين قال لك اشغل دماغي، اشوف لي راجل كده ماشي في الشارع شبه الراجل اللي كان بيشحت، ونجيبه ونطلعه مع هايدي ونديله 100 جنيه ونقول له اطلع بقى قول ان انا الشحات وانا اللي كنت موجود مع هايدي، علشان خاطر ايه؟ نكمل الترند مع بعض. وغالبا مالوا البنت كلمتين تقولهم، والبنت طلعت تقول هو ده، والراجل طلع قال كلمتين هو ده. بعد كده ولاد بقى الراجل الشحات نفسه، او اللي كان عامل ان هو اللي كان الشحات ابو 5 جنيه، ما عجبهمش الكلام وطلعوا قالوا احنا بنناشد النائب العام يجيب لنا حقنا. هو ده عمو سلامة اللي بتدي الفلوس؟ متأكدة؟ تمام، يعني احنا كده ماشيين صح، ان هو ده اللي انت اديتي له فلوس قدام المحل الشخصي. انت فاكره كويس؟ انت ما خدتيش وقت. على فكره والله حرام عليكم. طب انتوا مستضيفين البنت علشان هي عملت حاجه صح، وعلشان هي عملت حاجه فيها اخلاقيات وفيها حاجه من النوع التربيه السليمه، تعلموها تكذب علشان الترند ده. البنت ببتكذب بالعافيه. ايوه مش ايوه صح، الكلمه مش قادره تطلع منها يعني. حتى عم السلامه يا عيني، الراجل يا عيني مش فاهم اي حاجه في الدنيا. دخول الكشك وخروج منه. انا ما دخلتوش، انا كنت واقفه على الباب على العمود الدوري. بعد كده رحت حطيت مكانه خدتي بالك منه وحافظاه كده؟ انت قلتي تحت ايه واحنا طبيعيين؟ قلتي شكله عامل ازاي؟ يعني انت فاكره ان هو كان عنده حاجه في الكلام ده قبل ما تشوفيه، انت قلتي ده استاذ مصطفى ان هو كان عنده مشكله صحيه في عينه قبل ما تشوفيه، ودلوقتي لما شفتيه؟ لما طلعت شفته في القاهره 24، وشفته لما على حياه عيني يعني. نزلت قلت لها عشان افهم منها انت فاكراه؟ فقالت لي فاكراه. طب فاكره فيه ايه؟ قالت لي بقى النقطه المهمه دي، فاتاكدت ان هو نفس الشخص. والله العظيم 3 بيرموا الحوار كله على البنت. هم بيعملوا حساب ان لو حصل حاجه زي اللي بتحصل دلوقتي ولاده يطلعوا ينكروا ويقولوا لا عايزين حق ابونا، يبقى البنت هي السبب، هي اللي قالت لنا هو ده الراجل اللي شحت مني ال5 جنيه او اللي خد مني ال5 جنيه. فاللي قاعد جنبها عمال يقول لها انت متاكده؟ وبعدين قال لها ايه ده اللي انت قلته لي تحت. فهي قالت له يعني اقول ايه بالظبط؟ فقام مفكره قال لها انت قلت لي عينيه فيها مشكله. هو حرام عليكم انتوا برضو، يعني انتوا طالعين بتعلموا البنت تكذب. فيديو يا باشا، فيديو يا كريم. طب ركز معايا بقى. الكل بيجري عليهم ويتصور معاهم. متابعينا الكرام، احنا دلوقتي مع عم سلامة الشحات وهايدي. عم سلامة الشحات، انت جايب الراجل تذله. انا الجزء ده مموتني صراحه من ساعه ما شفت مع عم سلامة الراجل الراجل الطيب. ما ينفعش عم سلامة الشحات والكل بيجري عليه يتصور معاه. بيجري على مين ويتصور معاه؟ ده الصحفي مستفز يقول لك ترندات النهارده والكل بيتصور معاهم. بيتصور مع مين؟ نجوم الترند في مصر. يلا يا شباب. صور يا ابني، صور. منور عم سلامة، منور الدنيا. تستاهل كل خير. ربنا كرمك انك تيجي بالصدفه انك تظهر بالطريقه ديت. هو مش فاهم، مش سامعك، انت بتقول ايه؟ علي صوتك. ربنا يكرمك. الناس اللي صورت هي عشان عملت خير، فربنا كرمها من واسع. وانت ربنا هيكرمك عشان انت هنا جيت في 24.
يا عيني عم سلامه، ربنا يا رب يديله الصحه. راجل كبير يا جماعه، الراجل ما بيسمعش، عنده مشكله في ودانه، عنده السماعه بتاعت ودانه بايظه، فهو اصلا مش سامع الراجل بيقول ايه ولا منتبه لاي حاجه. المهم يعني ادوني ال 100 جنيه بقى اللي انتوا قلتوها لي وخلينا امشي بقى. ضحكوا على الراجل طيب، ضحكوا عليه، جابوه ادوا 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه يا ظلمه. طب يعني ادوا للراجل 2000 جنيه 3000 جنيه يا عم، 1000 جنيه 100 جنيه والله العظيم. قام يضحك وقام يبكي والله. نعم. تحب تقول لهيدي ايه؟ تحب تقول للبنت الصغيره ايه؟ شكرتها والحمد لله. كانت سبب في رزق كبير ليك، كانت سبب في رزق كبير ليك. كله تبع ربنا سبحانه وتعالى. عم سلام، هايدي قبل كده قالت لو قابلته تاني هديه 100 جنيه، اديتك 100 جنيه لما قابلتك؟ قالت لو قابلته تاني هديه 100 جنيه، اديتك 100 جنيه؟ هايدي مين؟ البنت هايدي بتاعت ال 5 جنيه، اديتك 100 جنيه النهارده؟ خدت 100 جنيه من الاستاذ احمد. يا نهار اسود. هو فضح استاذ احمد قدام الكاميرا، قال له هايدي لو لقيتك وقابلتك هتديك 100 جنيه، اديتك 100 جنيه؟ قال له انا خدت ال 100 جنيه من الاستاذ احمد. لا فضيحه يا جدعان، فضيحه قسما بالله فضيحه. وبعدين اللي مصور الفيديو ده المصري اليوم، يعني تقريبا كل جريده بتجيبه بتدي له 100 جنيه وبتصور معاه فيديو. هي قالت لو قابلتها هديه 100 جنيه. الاستاذ احمد اداك 100 جنيه هتتصور معاه. ماشي. يعني هيدي ما ادتكش فلوس عند سلامه. لا ما ادتلكش حاجه. هيدي ما ادتكش حاجه. وال5 جنيه اللي احنا وكان هيدي البنت الصغيره بتاعت وال5 جنيه البنت الصغيره. هي 5 جنيه واتصرفت. مفيش 100 جنيه يعني. سمعنا انك انت جبت النهارده. سمعنا انك انت جبت بال5 جنيه حاجات حلوه. حاجات حلوه. جاب ال5 جنيه حاجات حلوه، راح اتعشى بقى في ماكدونالدز. شوفوا بقى عم سلامه وولاده عملوا ايه. مش والدك، ده مش والدي حضرتك، ده مش والدك. هم اصلا هم مش لاقيين الراجل ده ماشي، هم مش لاقيين الراجل ده. خلوا والدي ماشي النهارده، خلوه ماشي النهارده راح يعمل سماعه واسنانه في المانيال، راحوا واخدينه وقال له خد ولازم تعمل معانا الفيديو ده يا عم سلامه، قول كذا 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 كذا. والله انت راجل. هو ما قالش يا عم سلامه، هو ما قالش، مش هو قال لك الكلام دوت، قال لك قول الكلام دوت، خد ال 100 جنيه دي وقول كذا كذا كذا. انت لا مؤاخذه البنت قلت له في بنت يوم الاربعاء يعني الراجل راح يعمل السماعه وراح يعمل سنانه في المانيال، لو ماشي في الشارع تعالى يا عم سلامه خد ال 100 جنيه. وبعدين هم اصلا اثبتوا الموضوع ده ان مش هو اللي كان في قلب الفيديو مع هايدي، لان الراجل ده لابس سديري والتاني لابس فالينا تحت الجلابيه، فحتى هم اثبتوها في الفيديو ده. حتى هو ابنه قال للمذيع الكلام ده. الصوره بتاع هايدي ده مش ابويا، ما كانش ابويا والله ما كان ابويا. ايه اللي عرفك؟ اللي عرفني الصوره اللي طالعه مش كانش ابويا، عشان ابويا كان هنا يوم الثلاث، كان قاعد مع ابويا، كان قاعد مع اخويا هناك بيتغدى. استنى بالراحه كده، الواقعه دي حصلت يوم الثلاث. يوم الثلاث كان هنا يوم الثلاث، حتى المذيع بيكلمه حضرتك بيقول له الثلاث، قال له ما اعرفش والله مش فاكر، قال له ده الاربع، قال له لا ده يوم الثلاث يا عم سلامه. يعني المذيع اللي كان بيتكلم مش هو اللي كان بيتكلم، هو كان واخد ابويا حضرتك وعمال يتكلم واداله فلوس وعرض عليه، وبس ابويا كان خايف. ابويا كان خايف منه بحسابه حكومه، وابويا اصلا راجل كبير زي ما قلت لكم، اللي عنده 75 سنه. يعني في ناس بتقول لك ابوك ما بيروحش وعنده شقه في المانيال، في ناس قالت لي كده، بس انا بقول لك ابويا كل يوم معايا في البيت. يا خبر ابيض يا جماعه يا جدعان على اللي بيحصل ده. الترند بيخلي الناس تعمل اي حاجه. نجيب البنت بقى الصغيره نطلعها نخليها تكذب، ونجيب راجل عجوز يا عيني نخليه يكذب، لان الراجل برضو لا حول ولا قوه، دي طفله لا حول ولا قوه، ده راجل كبير لا حول ولا قوه. يعني الاتنين اصلا عقولهم صغيره، فنجيبهم بقى ونوجههم عشان نقعد نكمل الترند كام يوم كمان. ما احنا ده كل ده بقى شغل للقنوات وشغل للمنصات. الكلام ده طول ما في ترند وفي مشاهدات في شغل في اعلانات في فلوس داخله. فازاي بقى نعمل الكلام ده تحت اي بند بقى؟ ان احنا بقى نخلي الناس يكذبوا على الناس، مفيش مشكله. ازيك يا هايدي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه رايك بقى بعد كل اللي حصل ده جبنا لك عم سلامه النهارده علشان تسلموا على بعض بقى، تحبي تقولي له ايه بقى؟ احب اقول له شكرا علشان هو كان سبب في الخير بتاعي، وبقول له شكرا يعني. ايه؟ اقول له شكرا عشان هو كان سبب في الخير يعني، وكنت حابه اقول له شكرا كنت اسلم عليه يعني. ماشي. وعم سلامه بقى تحب تقول ايه لهايدي الجميله دي بقى؟ ده احب اقول لها يا بنتي ادوني ال 100 جنيه بسرعه اللي انتوا وعدني بيها، عشان انا عايز اروح عندي علاج الدواء الضغط والسكر، خلونا اخدهم واتغدى وانام. سلامه تحب تقول ايه لهايدي؟ ايوه تقول ايه لهايدي؟ تقول ايه لهايدي؟ اشكرها على كل حاجه،
يعني الموقف لا مؤاخذة برضه الأخت اللي أنا وياها وراح جتني 5 جنيه. حد خد باله من اللي حصل دلوقتي؟ الصحفي من الناحية التانية مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا عم سلامة، ركز ابوس ايدك عشان احنا ما نبوظش الدنيا. انا بشكر الاخت، هو لسه كان يقول تقريبا الاخت اللي ادتني فلوس او جابتني من الشارع، فالصحفي في الناحية التانية كمل يا عم سلامة كمل. طب يا عم سلامة انت كنت عارف ان هي رجعت كيس الشيبسي عشان تديك ال5 جنيه؟ ولا ما كنتش تعرف؟ لا أنا ماشي بقول يا رب افرجها لا مؤاخذة وربنا يرزق كل إمكان. حلو. بعدين عدت شوية بصيت لقيتها رجعت راحت مداني 5 جنيه. لكن انت ما كنتش تعرف ان هي رجعت الحاجة اللي كان نفسها فيها عشان تديك ال5 جنيه دي؟ لا ما كنتش تعرف. لا. بص حد يركز على البنت يا جماعه متوتره وعماله بتلعب في الحظاظه اللي في ايديها وفي توتر وفي قلق ونظراتها بتبص نظرات ان لا يا جماعه ما هو مش هو ده الراجل اللي انا جيت واديته ال5 جنيه. ما هي البنت ما تهش عنها، لان البنت قالت لك لا ده انا عارفاه وهو ده. مين فينا فاكر حد غلبان او كان بيشحت او ايا كان في الشارع وحط في ايده فلوس؟ لا يمكن. يوميا انا بمشي في الشارع ويوميا الناس دي بتعدي عليا وبحط في ايديها فلوس، وعمري لو سألتني فاكر واحد اقول لك ولا ممكن افتكره. احنا ناس كبار، ما بالك بقى طفلة صغيرة هتفتكره منين؟ طيب تقول لها ايه بقى بعد ما عرفت الموضوع ده؟ نعم. تقول لها ايه بعد ما عرفت الموضوع؟ اشكرها الف شكر. تمام. وتحب تقول لها ايه تاني؟ وتقول ايه لباباها اللي رباها على كده ووالدتها؟ ربنا يخليها ويكفيها شر المرض. ايوه. ويرزقها برزق حلال. ويديها الصحة. تمام. هي واللي زيها يا رب. تمام. انت شايف ان هايدي دي مثلا زي ولادك؟ نعم. شايف ان هايدي دي مثلا زي ولادك؟ شايف ان هايدي دي زي ولادك؟ شايف ان هايدي زي ولادك؟ زي ولادك؟ الصلاة على النبي واحسن من ولادي. يعني انت بره يعني الواد قلت لنا ان ولادك مش بيسالوا عليك صح؟ هي احسن من ولادي. بص الصحفي هنا بيجود، حب بقى ان هو ايه شعل للموضوع شويه، طبعا علشان خاطر حته ان انت ازاي راجل كبير وبتشحت وعندك ولاد، فاحنا نعالجها ازاي ونغفل الراجل في السؤال. ما هو الراجل يا عيني سمعه تقيل، هو بيقول له ولادك، قال له ده هي احسن من ولادي. جمله عاديه يا عم، ده احسن من ابني، بس مش معنى ان هي احسن من ابني. فالمحاور اللي بيحاوره صايع، قال له احسن من ولادك وانت شايف ان ولادك ما بيسالوش عليك، وعارف ان الراجل سمعه تقيل. يا عمو ده يلا اهو. اتفضل يا عمو، هايدي بتسلم عليك. يلا ادي لعمو استنى يا عمو. هايدي اهي بتسلم عليكم كلكم اهي، بتبعت لكم اهو. خد اهو. تعالى تعالى كده عشان نعديه. تعالى نعدي عشان نعدي السواق. تعالى يلا تعالى اهو يا عم اهو بسرعه. يلا والله انا متاكد والله اعلم ان صاحب المحل ده لو دخل له واحد قال له والنبي اديني سندوتش انا جعان، هيديله بالرجل. لكن عشان في ترند وفي هايدي، لا خلاص تعالي يا هايدي اقفي بقى وزعي سندوتشات. خد سندوتش من هايدي البنت الجميله اللي عملت خير وادت الشحات 5 جنيه. امسك يا باشا خد سندوتش، ده في بركه هايدي على السندوتش. اوعى تكسف ايدين هايدي هتتلعن، خلي بالك. والله العظيم. خلي بالكم برضو، هرجع واقول لكم الكلام اللي انا قلته الفيديو اللي فات. يا جماعه موضوع هايدي لسه مكمل معانا بسبب الحوارات اللي هتطلع الفتره الجايه ما بين هايدي وما بين عم سلامه، الراجل الشحات اللي بيقولوا عليه، اللي ما طلعش هو الشحات ولا طلع هو الراجل ابو 5 جنيه. استنوا بقى ومن غير ما يظهر، استنوا ظهور الشحات الحقيقي. اما يطلع بفيديو، احنا هنشوف فيديو الفتره الجايه ومش شحات والله، ومش واحد
ده في اكتر من واحد هيعمل فيديو بيقول لك انا الشحات اللي خدت ال5 جنيه من هايدي. مين الراجل اللي انتوا جايبينه مقعدينه دوت وبتقولوا له انت الشحات؟ صبركم بالله، ده الموضوع طويل، ده احنا قاعدين مع هايدي شويه. للاسف وصلنا لاخر الفيديو، مش عارف اقول ايه والله، مش عارف اقول ايه. وصلنا لاخر الفيديو، ولو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما عملتش لايك انزل حط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك يا عم بقى، اشترك. باخد علاج، ها ما تنساش، انا صعبت عليك اقنعتك في اول الفيديو، اشترك بقى، حط لايك بقى، ما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.